العديد من الأسماء تبقى محل متابعة من طرف إدارة شبيبة القبائل، وآخرها الفرنسي جوليان ستيفان، والذي يملك سيرة ذاتية مشجعة، وهي كأس فرنسا مع رين ضد باريس سان جيرمان 2019 أحسن مدرب فرنسي حسب صحيفة ليكيب، ثاني أحسن مدرب فرنسي حسب الرابطة الفرنسية لكرة القدم، المرتبة الثالثة مع رانس في 2019، المرتبة السادسة مع ستراسبورغ، وفريق رين كان يحوز على ثاني أحسن هجوم معه بعد باريس، بالإضافة إلى ثمن النهائي اليورو ليج حيث أقصي أمام أرسنال، إلا أن عرض الشبيبة والمقدر ب20,000 أورو شهرية جعله يرفض القدوم، وهو ما أخبر به مسير الفريق. وبالعودة قليلا إلى الوراء، وبعد أن وصلت المفاوضات مع الفرنسي الآخر بول لوغوين إلى طريق مسدود، وجد الرئيس شلول نفسه مجبرا على التفاوض مع مدربين آخرين على غرار جوليان ستيفان، حيث كان الرئيس شلول مطالب بالتفاوض معه في انتظار الاسم الذي سيقع اختياره عليه. أمر آخر لا بد أن نشير إليه، وهو أن المدرب جوليان ستيفان من بين المدربين القلائل الذي يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، وهو من بين أهم ما اشترطته الإدارة من أجل تسهيل اندماج موسوفا، وكل شيء سيتضح في الساعات القادمة.